ديال الطرق كما نسمع عندنا زي الاداره ولا العماله ولا المصالح الخارجيه ديال الوزارات يعطيونا شنو كاين في الاقليم، ولكن هذا جانب كيدار، ولكن اللي اهم منه هو التواصل المباشر مع السيدات والساده المستشارين باش نعرفوا من خلالهم، باعتبار انهم كيمثلوا الساكنه، كيمثلوا المواطنين عايشين معاهم يوميا المشاكل ديالهم، باش نعرفوا منهم الوضعيه ديال الجماعه، المشاكل المطروحه، وايضا حتى الافكار والمقترحات اللي تطور العمل على المستوى الجماعي. هذا هو الهدف من الزياره، ما جيتش باش نهضر بزاف، جيت باش نسمع بزاف ونستافد منكم، وايضا نطالع من خلالكم على الاشكالات المطروحه على المستوى الجماعي، الامكانيات ديالها، وايضا مقترحات المشاريع اللي يمكن تكون باش نرتقيو بالجماعه ديالنا والاقليم ككل ان شاء الله، باش غتحققوا حتى هو من التنميه وفي المجالات كلها بدون استثناء. شكرا لكم، السلام عليكم. ستشكل قيمة مضافة لمسار التنمية بالإقليم عبر تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المحليين بروح من الجدية والإنصات والانفتاح على تطلعات الساكنة. بالنسبة لجامعة إيميلكون كما قال السيد الرئيس قام مشاريع كثيرة، ولكن بالنسبة للمشكل ديال العقار يعني بعد التحفيز الجماعي في بزاف ديال الفوائد، والمجانيه بعد هي الاولى، هذه المصطلحات تكون مبسطه شويه. فيما يتعلق بمقترحات الاخوان، اي جماعه راه كتعلق بمساطر البناء والتعمير في العالم العربي. نحن عارفين بان الناس كاين اشكال، السربلجه السلطه تحت واحد الضغط كبير، الناس خصهم يسكنوا. كاين اللي ما كيتزوج عنده شي حد في العائله كيبغي يتوسع وهذا، او يكون شي اصلاح. طبعا غادي نلقاو له الحلول ان شاء الله، ولكن في اطار القانون باش يكون واضح. كل ساعه مع السيد الرئيس راه حوايج اتفقنا عليها، لا المشاكل ديال المساحه الدنيا ولا غيرها من المصادر اللي كطرح اشكال، نحاول نلقى له حلول. الموضوع ديال سند الملكيه شويه معقد، ولكن غنشوف الحلول الممكنه خاصه في الشق المتعلق بالاصلاح. النقاط كلها اللي تاثر، وهذا خصنا نقول بان كاين مكتسبات كبيره. هذا الشيء دابا اللي سمعنا في العرض ديال السيد الرئيس راه ما كتلقاوش في الجامعات في العالم العربي كله. بالتالي المكتسبات والمنجز مهم، ولكن طبعا طموح كبير كما قالت الاستاذه جميله.